أكلة المبكبك يا جماعة. هاي الأكلة بتاكلوها وبتبكوا، ومن غير شر ولا تبكوا إن شاء الله، بتضل أيامكم سعادة وبتضلكوا تضحكوا. أول شغلة بنضيف زيت زيتون. هون عندي كيلة لحمة عجل، اللي بده يستعمل طبعا محل العجل خروف، هذا اشي برجع لكم انتو. بنسقط اللحمة. هون بنحتاج راسين بصل لهي الكمية. هون زي ما حكيت لكم بدنا نشوح اللحمة على الجهتين ياخذوا معانا نفس اللون. هيك بعد ما اخذوا كلهن نفس اللون ضل عندي هاي نقلبها، بننزل البصل عليه وبنحرك البصل مع اللحمة تنهن يذبلوا البصلات شوي. بالنسبة للصلصة انتوا بتقدروا تستعملوا معجون، ولكن انا بفضل انكم تستعملوا بندورة للصلصة حتى تكون الصلصة فريش. وعلى السريع بنساوي الصلصة. بنضيف الكركم. يا عيني على الكركم، يا عيني يا عيني. وهيك عندي الصلصة جاهزة. بنضيف الصلصة على اللحمات ومنحرك. تحركاتك يا عناك تحركاتك. هون عندي مية بندورة معمولة على الايد، وسبق احنا ونزلنا مقطع سابق عن هاي الصلصة. اذا انتو ما عندكو زيها بتقدروا تضيفوا اي معجون طماطم عندكو في البيت. بنضيف زلفة كبيرة من معجون الطماطم ومنحرك. بعد ما يربطوا معانا كيف انتو شايفينهن هون، بنضيف كمية مي بضعف كمية البندورة اللي ضفناها. شايفين كمية المي؟ نضيفها عليهن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاي الكمية الثانية نضيف مرتين مي حبايبي. حاليا بدي اتركهن ساعة ونص على النار. ممكن ياكلوا معاكم ساعتين حسب جودة اللحمة اللي انتوا جايبينها. بتصيروا تطلعوا اللحمة وتفحصوا اللحمة هل صارت هشة صارت طرية، لانه هذا الاشي بيساعد انه اللحمة تصير اذكى وتصير طرية اكثر واكثر. وهون قبل لغطي عليهن راح اضيف رشة فلفل حب. هو ده. بنقوي النار على الاخر وبنغطي عليهن. هون بعد ساعتين يا جماعة، اكيد انتم مش شايفين من البخار، هون عندي المي ربطت. بعد ما اتاكد طبعا انه اللحمه وصلت للليفل اللي انا بدي اياته، بجيب اي معكرونه انا عندي بضيفهن عليهن. بعد ما نحركهن بنضيف عليهن شويه مي، يعني دوبنا بنغمرهن وبنتركهن تقريبا ربع ساعه. شايفين يا جماعه انا اضفت هون مي حتى دوبي اغمرهن. زلفه 7 بهارات. اخر اشي بتضيفوا الملح، طبعا بتملحوا حسب الرغبة. ريحتهن مش طبيعية. بالاخير راح اضيف شوية حبق وشوية كزبرة اضافة مني. بدي اضيفهن كيف هني. بننزل الحبق والكزبرة لتحت شوي حتى نكسب نكهتهن، وما بنقسمهن. اوعوا تقسموهن يا جماعة. هيك أكلة المبكبكي جاهزة معنا من إخواننا الليبيين. تحية من الأعماق لكل حبايبنا بليبيا. اسم الأكلة هاي اتخذ من التبقبق تبع الأكلة وهي معالية على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني يا عيني. هذا الفيديو يا جماعة صورت لكم اياه قبل رمضان، فرمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله إنه بكون صيام مقبول من الجميع. أنا مش صابر، أنا بدي أكل. ناخذ من هاي الزاوية. يا عيني يا عيني. أيوة زي ما حكيت لكم بتقدروا تستعملوا أي نوع سباجيتي عندكم في البيت. أنا بدي أخذ كثير لحمة. شوفوا لي هالتحفة. بالنسبة للصلصة أنا بحبها بهذا الليفل كيف انتو شايفينها هون، حتى تعطيني النكهة المثالية. شوف اللحمة. أوه أوه أوه، مش حاجة تقاوم، لحالها بتفسخ معك. ذايب اللحمة. بناخذ شوية لحمة مع شوية سباجيتي. بسم الله. الله طعمة اللحمة والصلصة اشي مش طبيعي. الله أكبر. اسمعوا يا جماعة، فيش حاجة تساوي معاها أي اشي برمضان. لحالها أكل فخمة سريعة وسهلة بنفس الوقت. بتحضرها على الغاز كيف حضرناها احنا، بتتركها على الغاز ساعتين. انا اتركتها ساعتين كاملات. بهذول الساعتين بتقدر تروح تقرا قرآن، تسبح، تسوي اي اشي انت بدك اياه، وما بتكون مربوطة بعدة اكلات خلال النهار. اكلة واحدة فخمة سريعة كل العيلة بتاكل منها وكل العيلة بتحبها. بسم الله. ازيد اللحمة اشي مش طبيعي. يعني كل هاي العناصر اللي احنا ضفناها مع المطيبات كله متغلغل بقلب اللحمة جوا. تحس اللحمة من عالم اخر. بشوفكم بكرة ان شاء الله بالفيديو الجديد. رمضان كريم.